بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة وانا بتكلم يعني على الفلوس الكتير والاهلي وموليكا وبتاع، انا كل شويه اقرا حاجه او حد يقول له صحيح الاهلي جاب موليكا، الاهلي جاب انا قعدت اقول لهم هو موليكا ده ايه يعني؟ ده موليكا ده كان بيلعب مع مازيمبي هنا لغايه سنتين فاتوا، لعيب كويس ماشي. يا ابني ده الانتقالات قفلت على ايدين الاهلي وما جابش مهاجم، والنهارده 15 فبراير والانتقالات الجايه تبدا 1 اغسطس، يعني لسه 6 شهور او 5 شهور ونص. النهارده الاهلي هيمضي مولك ويدفع للنادي التركي بتاعه بشكتاش ويتفق. طب افرض اتصاب حصل وخلاص، يعني العالم مش هيبقى فيه غير عندك 5 شهور ونص. يا عم دور براحتك، دور براحتك، بس الخوف ان الاهلي يعني يبتدي ايه يدور بجد في اليوم ال 27 من شهر يوليو او من شهر اغسطس. ما هو الانتقالات بتتفتح الشهر، فالاهلي يحب يشتغل في المهاجم بالذات، ما تفهمش ليه في اخر 5 دقائق فما تلحقش، فتروح القصه دي زي الزمالك كده ما جه عيد لعبته اخر 5 دقائق فما لحقش. فنفس القصه الاهلي، يعني كل التوقعات كانت تشير ان في يناير الاهلي يجيب مهاجم، فالاهلي جاب كل المراكز الثانيه الا المهاجم. يعني اه والله. فموليكا ده قصه ان هو وقع وان هو خلص، كل ده فيك. مش عشان انه الاهلي مش عارف يعمل كده، عشان افرض اتصاب افرض حصل حاجه وفي قدامه يعني، وزي سيدي في الاخر ملقاش غيره هيخلص يعني، المفروض يعني. في التصنيف قبل ما اطلع الفاصل اتعمل تصنيف للانديه المصريه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. الاهلي تاريخ واحصاء يعني ايه؟ يعني ده مش تصنيف فني، ده تصنيف مبني على ارقام، والارقام مبنيه على نتائج، والنتائج ده كسب قد ايه خسر قد ايه في الماتشات الكبيره والدوليه. فالاهلي رقم 11 على العالم في تصنيف الانديه في شهر فبراير، مع انطلاقه فبراير اللي هو الفتره اللي هو شهر يناير، ما الفتره ما قبل كده يعني. فالاهلي اتقدم 6 مراكز بقى، ال 11 كانت 17، والزمالك ال 53. حلو. وتقدم برضو 10 مراكز، وبيراميدز ال 65 على العالم. يبقى ال3 انديه اللي في الاهلي ال 11 على العالم، ما فيش منافس محلي للاهلي على مستوى التصنيف العالمي، لان الاهلي جاي من كاس عالم للانديه، وفي الموسم اللي فات وصل فاينل افريقيا. على المستوى القاري او العالمي او الماتشات الدوليه، والاهلي هو اللي مسيطر الحقيقه على المستوى القاري والعالمي. فالاهلي ال 11 على العالم دلوقتي، والزمالك ال 53 على العالم، وبيراميدز ال 65 على العالم. النادي الاهلي اصبح مرغوب جدا في البطولات الخارجيه الدوليه، سواء على مستوى القاره الافريقيه او على مستوى العرب، البطولات العربيه، او حتى في البطولات العالميه كممثل للقاره الافريقيه. بيفرق جدا لما الاهلي يشارك، وده نتيجه شعبيه كبيره جدا، ونتيجه تاريخ عظيم جدا، وجماهيريه يعني لا حصر لها في كل حته في العالم. طيب، بقول الكلام ده بمناسبه ان الاتحاد الافريقي امبارح ألمح ببطوله دوري السوبر الافريقي، واللي هيبداوا ب8 انديه على راسهم النادي الاهلي. وقال انه الاهلي هيبقى معاه الوداد ومعاه الترجي ومعاه سان داونز، دول الليفل ايه، ثم ليفل بي 4 تانيين اللي هم مازيمبي وحوريه مازيمبي ده الكونجولي، وحوريه كوناكري الغيني، وبترو اتلتيكو الانجولي، وسيمبا التنزاني. دول ال8 اللي هيشاركوا في دوري السوبر الافريقي، البطوله المستحدثه اللي هدفها ازاي تتماركت، تتسوق، وتجيب فلوس كتيره جدا جدا. تبقى الانديه مستفيده والاتحاد الافريقي مستفيد وكل الناس مستفيده. هايل جدا. عشان بس قبل ما استرسل في الموضوع واقول طب ليه الزمالك مش موجود في البطوله دي؟ هو يعني الريشه على راس الاهلي والريشه على راس الترجي والريشه على راس الوداد؟ ماليش دعوه بريشه الترجي والوداد، خليني في ريشه الاهلي اللي تبعنا.
الاتحاد الافريقي كان الفكره يبقى من 16 او 24 نادي، لما تقلصوا ل8 كنقطه انطلاق للبطوله دي، فقال لك مفيش دوله يتكرر فيها ناديين، فبياخدوا النادي اللي ليه اولويه في الدوله، فهو الاهلي وفق التصنيف والشعبيه والدراسات اللي عملوها والتسويق والكلام ده والرعايات والحاجات دي. نفس الكلام في المغرب مثلا، في الوداد وفي الرجاء اخدوا الوداد. نفس الكلام في تونس، في الترجي، في النجم الساحلي، في الصفاقسي، كذا نادي اخدوا الترجي، وهكذا. طيب ليه برضو بنفتح الكلام ده؟ لانه كمان في البطوله العربيه بداوا يستقطبوا النادي الاهلي باغراءات. بتيجي يا اهلي معانا، ده احنا ليله زي الفل، او هنعيش احنا الكل ونقضي بطوله زي الفل وناخد فلوس كتير، ده احنا 10 مليون دولار مجموعه جوائز هتتلعب في السعوديه، والسعوديه داخله على يعني ايفنتات في الكوره كتيره جدا، منها البطوله العربيه دي اللي عايزين يلعبوها في الصيف على كاس الملك سلمان، وتبقى زي بطوله مجمعه 37 نادي. انا هحاول احكي بسرعه يعني. 37 نادي، يبقى في تصفيات، يبقى في 16 بيلعبوا من دور ال 16 ناس تصفي وانديه اساسيه، فاغروا الاهلي بيقولوا له تعالى يا اهلي وابدا معانا من ال 16 على طول. حلو كده، يبقى انت ريال مدريد العرب كده، اللي هو ريال مدريد بيجي زي الباشا كده من بره يخش في السيمي فاينال في كاس العالم للانديه، تعالى اعمل زيه ندخلك من دور ال 16 انت وشويه انديه كده يعني عايزينهم بالاسم. فبداوا التفاوض مع الاهلي في القصه دي، ثم هيتم التفاوض مع الزمالك بعد كده ان شاء الله. برضو بنهري في القصه دي كلها ليه؟ عشان نقول ان هناك رغبه في مشاركه الاهلي في البطولات الخارجيه كممثل لمصر او للكره المصريه. حلو ليه؟ عشان هم حابيننا جدا؟ لا، عشان يستفيدوا من شعبيه الاهلي في الرعايات وجلب الاعلانات والجماهيريه والمتابعه والمشاهده والبث التلفزيوني وكل الحاجات اللي بتتماركت دي، تعمل انتشار واسع جدا وتجيب فلوس كويسه جدا. طيب كل ده كلام رائع جدا، وبنشكر الناس المنظمين جدا على افكارها واختياراتها. طب احنا نكمل المشوار مع بعض ازاي في عيد الحب بقى؟ اصبح هناك دراسات لازم تتم من النادي الاهلي ومن اتحاد الكوره عشان نشوف الناس اللي هتستفيد مننا دي احنا نستفيد منها ازاي. يعني ايه؟ ما انت هتاخد مكافأة البطل او التاني او التالت او اللي بيشارك بياخد فلوس؟ لا، انا هاخد الفلوس دي، ده طبيعي زي اي نادي بيشارك. يعني اي نادي بيشارك في كاس العالم للانديه له حد ادنى نص مليون دولار، كسبت تبقى مليون، كسبت تبقى مليون ونص، كسبت تبقى 2، وهكذا. زي ما الاهلي كده كان بادئ بنص مع اوكلاند سيتي، وبعدين سياتل بقى مليون، وبعدين وهكذا فضل يطلع لغايه ما وصل على الثالث والرابع على الاقل 2 مليون دولار. فانا زي الانديه كده. تمام. عايز ايه بقى؟ عايز اعرف امتيازاتي ايه. يعني لو انا هشترك في السوبر الافريقي، هل مثلا هتوفر لي طياره خاصه؟ ليه؟ لان انا هضطر العب في دوري مصري وفي كاس مصري وفي سوبر افريقي، وعندي بطولات تانية، ممكن العب مثلا في بطولة عربية، ممكن العب في دوري ابطال افريقيا مع السوبر الافريقي، لانه في كلام ان في اجازة ان انت تلعب في الاتنين. فلازم ابقى انا مأمن اموري، عشان لما يجي الجدول بتاع الدوري المصري يضغط عليا ويعصرني، ابقى انا عندي الامكانيات اللي اتخطى بيها العصرة دي زي في اوروبا كده، ويبقى عندي طيارة خاصة هتوفرها لي من ضمن تكاليفك ولا لا؟ الفنادق شكلها ايه؟ الامتيازات بتاعت البوكيت ماني بتاعت اللعيبه بتاعت ايه؟ ما هو دوري السوبر افريقي ده يعني فخفخينه. فخفخينه يعني ايه؟ هم ليه سموها فخفخينه؟ اقول لك يا سلام، لو الواحد عاش عيشه فخفخينه فيها موز وتفاح ومانجا، كل الفواكه. مش تاكل موزايه وتتبسط لوحديها وبعدين بعدها بكام يوم ربنا يكرمك بتفاحيه فتتبسط، لا دي فخفخينه، الشوب فيه كله على بعضه. فالسوبر الافريقي دي الفخفخينه كلها. فلازم اعرف انا امتيازاتي ايه. طب الاهلي بس اللي يعمل كده؟ لو شطار الاهلي يلموا الثمان انديه، السبع انديه التانيين معاهم، والاهلي الكبير يدعو السبع انديه عنده في مصر. انا عارف ان انا بكلم نفسي يعني انا، انما انا بقول ايه اللي المفروض يحصل، ان انت تجمع السبع انديه التانيين عندك في مصر، تعمل لهم كده، تحجز لهم في فندق كده شيك
على النيل، والناس تيجي 48 ساعة 72 ساعة. تعالوا نقعد نشوف كيف نشارك في هذه البطولة وطلباتنا ايه، وندعو برضو الاتحاد الافريقي، وتبقى المسألة في اطار التفاهم. سموها كده التفاهم حول دوري السوبر الافريقي مثلا، لان البطولة دي هتكبر خلال 4 سنين. هتكبر يعني هتبقى من 8 أندية دلوقتي ل 16 ل 24. ورئيس الاتحاد الدولي نفسه مهتم بيها جدا، لان دي هتبقى الخرزانة اللي هيضرب بقى الاتحاد الاوروبي بتاعت اوروبا بقى، اللي هتجيب بقى هتبقى النعامة اللي بتبيض ذهب.